مرحبا، أنا معاك من أسترو مصر، قناة مش بتحاول تحكيلك إن البرج ده كويس والتاني وحش، ولا إن كل واحد فيهم عنده صفات جاهزة تقدر تحفظها وتمشي. إحنا هنا عشان نفهم الأبراج من زاوية نفسية إنسانية عميقة، مش عشان نصنف الناس لكن عشان نفهمهم. وفي الحلقة دي هنتكلم عن واحد من أكثر الأبراج اللي بيتساء فهمها، برج الأسد، الإنسان اللي بيشع نور لكنه بيخاف يطفي لما تقابل مولود برج الأسد لأول مرة. غالباً أول حاجة هتلاحظها الحضور، في حاجة في طريقة وقوفه، كلامه، حتى صمته بتخليك تحس إن الشخص ده عنده حاجة، نور، ثقة. لكن خلينا نبقى صادقين، مش كل نور ده حقيقي، مش كل ثقة دي راسخة من جوه. في فرق كبير بين إنسان واثق وإنسان بيمثل دور الشخص الواثق، والأسد للأسف بيقع في النص ما بين الاتنين. الشخصية النفسية العميقة لبرج الأسد، برج الأسد مش بس برج ناري عنده طاقة وحماس، ده برج مبني نفسياً على فكرة واحدة أساسية: أنا موجود لما الناس تشوفني. الأسد مش بيدور على الشهرة بشكل سطحي، هو بيدور على الإحساس إن وجوده له معنى، إن هو مش شخص عادي، إن في حاجة مميزة فيه تستاهل الانتباه. وده مش غرور زي ما الناس بتفتكر، ده احتياج نفسي عميق، احتياج للتأكيد، للاعتراف، للشعور إنه شخص ذو قيمة. لماذا يبدو الأسد واثقاً دائماً؟ خلينا نقف شوية عند نقطة حساسة: الفرق بين الثقة الحقيقية وقناع القوة. الثقة الحقيقية بتيجي من جوه، بتيجي من إنسان متصالح مع نفسه، عارف قيمته، مش محتاج يثبتها كل يوم. لكن الأسد مش دايماً كده. الأسد بيتعلم من صغره إن الناس بتحبه لما يكون قوي، لما يكون مضحك، لما يكون لافت للنظر، فيبدأ يبني شخصيته على ردود أفعال الناس، يبدأ يمثل دور البطل حتى لو من جوه حاسس بالتعب. يبدأ يخاف يظهر ضعفه عشان خايف الناس تبطل تهتم بيه، وده بيخليه يعيش في دايرة مفرغة. يدي نور، الناس تحبه، يحس بقيمته، لكن بمجرد ما النور ده يقل يحس إنه فقد نفسه. الأسد وعلاقته بالاهتمام والتقدير، الأسد مش بيطلب الاهتمام عشان هو فاضي أو عشان هو متكبر، الأسد بيطلب الاهتمام عشان ده الطريقة الوحيدة اللي بيحس بيها إنه موجود. تخيل معايا إنسان بيعيش كل يوم وهو حاسس إن وجوده مرتبط بنظرة الناس ليه. لو شافه بقى موجود، لو تجاهلوه بقى كأنه مات. مش سهل خالص. الأسد مش عايز يكون مركز الكون عشان هو أناني، هو عايز يكون مركز الكون عشان خايف يتنسى. لماذا يحتاج الأسد للاعتراف؟ خلينا نبقى أكثر دقة. الاعتراف بالنسبة للأسد مش رفاهية، ده ضرورة نفسية. الأسد بيشتغل بجد، بيحب بجد، بيدي بجد، لكن هو بيدي وفي دماغه توقع إن الطرف التاني هيلاحظ، هيقدر، هيعترف، وساعات كتير ده مش بيحصل، فيحس بخيبة أمل مش قادر يعبر عنها، يحس إنه اتظلم، إنه عمل كل حاجة صح لكن محدش شاف. الخوف الحقيقي للأسد غير المعلن. خلينا نتكلم بصراحة، أكتر حاجة بيخاف منها الأسد مش الفشل، مش الخسارة. أكتر حاجة بيخاف منها الأسد إنه يبقى إنسان عادي، إنه يعيش حياة بلا بريء، بلا معنى خاص، بلا لحظات يحس فيها إنه مميز. ده الخوف اللي بيخليه يضغط على نفسه، يحاول يثبت نفسه كل يوم، يحاول يبقى الأفضل، مش عشان هو طماع لكن عشان هو خايف يتحول لشخص محدش بيفتكره. الأسد تحت الضغط النفسي، ولما الضغط يزيد الأسد بيبدأ يتغير، مش بالتدريج، لأ بشكل مفاجئ وقاسي. الأسد اللي كان بيدي نور ودفء للناس بيبدأ ينسحب، بيبدأ يحس إن كل اللي عمله ما كانش يستاهل، بيبدأ يحس بالمرارة، الغضب، الإحباط. كيف يتحول الاحتياج للتقدير إلى غضب؟ خلينا نفهم الميكانيزم النفسي ده. الاحتياج للتقدير لما ميتحققش بيتحول لجرح، والجرح لما يتكرر بيتحول لغضب. الأسد مش بيزعل عشان الناس ما قدرتوش، الأسد بيزعل عشان هو حس إنه أعطى كل حاجة، والتجاهل ده بيخليه يتصرف بطرق صعبة، يبعد فجأة، يبطل يتكلم، يتحول من شخص دافئ لشخص بارد تماماً، مش عشان هو قاسي لكن عشان هو اتجرح.
ومعرفش يقول. الأسد في الحب العطاء المشروط بالاهتمام في العلاقات العاطفية. الأسد بيدي كتير، بيحب بشغف، بيحب بكرم، بيحب بطريقة تخليك تحس إنك أهم إنسان في الدنيا. لكن الأسد بيحب وهو مستني يتشاف، مستني يتقدر، مستني كلمة حلوة، نظرة إعجاب، لحظة اعتراف بإنه عمل حاجة صح. ولو ده ما حصلش بيبدأ يحس بالإحباط، بيبدأ يحس إن الطرف التاني ما قدروش، وده بيخليه يا إما ينسحب يا إما يبدأ يطالب بالاهتمام بشكل واضح، وساعات بشكل مؤلم. لماذا يتألم الأسد عندما يتجاهل؟ خلينا نقف شوية عند نقطة حساسة. التجاهل بالنسبة للأسد مش مجرد إهمال عابر، ده شعور بالإلغاء، بالنفي، بإنه مبقاش موجود. الأسد ممكن يتحمل النقد، ممكن يتحمل الخلاف، لكن ما ينفعش يتحمل التجاهل، عشان التجاهل بيقوله أنت مش مهم، أنت مش موجود، أنت عادي. وده أسوأ شعور ممكن الأسد يحس بيه. ماذا يفعل الأسد عندما لا يقدر؟ الأسد لما يحس إنه مش متقدر بيعمل حاجة من اتنين، يا إما ينفجر ويقول كل حاجة في نفسه بشكل مباشر وقاسي، يا إما ينسحب تماماً ويختفي من حياة الناس اللي جرحوه. والانسحاب ده مش انسحاب عابر، ده انسحاب نهائي. الأسد لما بيقرر إنه خلاص فعلاً بيخلص، مش بيرجع بسهولة، مش بيسامح بسهولة، عشان جواه حاسس إنه أعطى فرص كتير واتخذ في كلها. الأسد والانسحاب بعد الجرح، خلينا نفهم حاجة مهمة. الأسد مش بينسحب عشان هو متكبر، الأسد بينسحب عشان هو تعب من المحاولة، تعب من الشرح، تعب من إنه يثبت قيمته كل يوم. الانسحاب بالنسبة له مش هروب، ده حماية لنفسه من جرح متكرر، حماية لكرامته، حماية لنوره اللي بدأ يضعف. الفرق بين الأسد الناضج والأسد الجريح في فرق كبير. الأسد الجريح بيعيش عشان يثبت نفسه، عشان ياخد الاهتمام اللي حرم منه، عشان يعوض الجرح القديم بتقدير جديد. لكن الأسد الناضج بيفهم حاجة مهمة، إن قيمته مش في نظرة الناس ليه، إن نوره مش محتاج تصفيق عشان يشع، إن وجوده له معنى حتى لو محدش لاحظ. الأسد الناضج بيتعلم يدي من غير ما يستنى مقابل، بيتعلم يحب من غير ما يطالب بإثبات، بيتعلم يكون قوي مش عشان الناس تشوفه، لكن عشان هو فعلا قوي. ليش يساء فهم برج الأسد دائما؟ الناس بتشوف الأسد وبتفتكر إنه متكبر، بتفتكر إنه بيحب نفسه قوي، بتفتكر إنه نرجسي، لكن الحقيقة عكس كده تماماً. الأسد مش بيحب نفسه زيادة عن اللزوم. الأسد خايف ميكونش كفاية، خايف يفقد بريئه، خايف الناس تكتشف إن جواه ضعف، تعب، احتياج، فيفضل يمثل دور القوي حتى لو من جوه منهار. أكثر شيء يحتاجه الأسد ولا يطلبه، خلينا نبقى صادقين في اللحظة دي، أكتر حاجة الأسد محتاجها مش التصفيق، مش الإطراء، مش حتى الاهتمام المبالغ فيه. أكتر حاجة الأسد محتاجها إنه يحس إنه متقبل بضعفه، متقبل بتعبه، متقبل من غير ما يكون مضطر يثبت حاجة. الأسد عايز حد يقوله أنت كفاية حتى لو مش لامع النهاردة، أنت مهم حتى لو ما عملتش حاجة عظيمة، أنت موجود وده كفاية. كيف يبدأ الأسد رحلة الشفاء النفسي؟ الشفاء بيبدأ لما الأسد يفهم حاجة بسيطة، إن قيمته مش في ردود أفعال الناس، إن نوره مش هيطفي لو محدش شافه، إن وجوده له معنى بذاته. الشفاء بيبدأ لما الأسد يتعلم يبص جوه مش بره، يتعلم يسأل نفسه أنا عايز إيه فعلا، مش الناس عايزة مني إيه. يتعلم يدي من غير توقعات، يتعلم يحب من غير شروط، يتعلم يكون إنسان مش بطل في فيلم. ختم برج الأسد مش برج الغرور والتكبر زي ما الناس فاكرة، ده برج الإنسان اللي بيشع نور لكنه خايف يطفي، الإنسان اللي بيدي حب لكنه محتاج يتشاف، الإنسان اللي بيبان قوي لكنه جواها تعبان. ولو أنت مولود برج الأسد، عايز أسألك، إمتى آخر مرة سمحت لنفسك تكون ضعيف؟ إمتى آخر مرة قلت أنا تعبت من غير ما تخاف حد يشوفك أقل؟ شاركنا تجربتك في التعليقات عشان غيرك يعرف إنه مش لوحده.
إسترو مصر، أسترو مصر، قناة بتحاول تفهم الأبراج من زاوية نفسية، إنسانية، حقيقية. شكراً إنك كنت معانا.